بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. الناس اللي بتسألني عن مركز تكوين، ايه المركز ده وايه حكايته؟ هنتكلم النهارده المركز ده ايه، هدفه ايه، المؤسسين ايه، منهجهم ايه. المركز ده المؤسسين بتوعه ابراهيم عيسى، اسلام البحيري، فاطمه نعود، يوسف زيدان، وكلنا نعلم مين دول. ابراهيم عيسى اللي كذب الاسراء والمعراج وشكك في سيدنا عمر. اسلام البحيري اللي رافض وغير معترف تماما باحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وبيقول انها يعني كذب والبخاري كذاب وكان يعني نبذه بس كده. طيب فاطمه نعود من ضمن ارائها يعني ان هي يعني مش معترفه بعيد الاضحى، يعني بالاضحيه، بتقول رفقا بالحيوان. ده يعني يا جماعه انا بقول لكم حاجات من ضمن ارائهم، مش ارائهم كامله. تقدروا تخشوا على النت وتجيبوا الناس دي تصريحاتها المشيئه للاسلام عامله ازاي وتفهموا مذهبهم ماشي ازاي، هم عايزين ايه. يبقى النهارده احنا بنتكلم على يوسف زيدان، ابراهيم عيسى، اسلام البحيري، فاطمه نعود. طيب مركز تكوين ده هدفه ايه؟ ايه هو المركز ده؟ ايه هو المركز ده؟ ده مركز لنشر اللادينيه والتشكيك في الدين والسنه. لادينيه وتشكيك في الدين والسنه. طيب ايه المقصود؟ يعني ايه الهدف من ده؟ يعني الهدف من ده ان يطلع جيل ملحد. هم عندهم يعني حته التنوير والالحاد بيسعوا الهدف ده. مين بيمولهم؟ جهات مش معلومه، لكن هم نازلين بقوه، يعني نازلين بقوه. طب ايه منهج بقى الناس دي؟ وانا بقول لكم المنهج مش عايز الناس تتخض من اللي انا هقوله، لان المنهج محتاج وقفه مننا كلنا وربنا يلطف. الناس دي لو استمرت ممكن تروح الدنيا على فين. طيب ايه منهج الناس دي؟ هل يوجد سنه نبويه؟ ده على فكره هم بداوا الحلقات بحاجه زي كده. بصوا كده الحلقه دي، هل يوجد سنه نبويه؟ هل عمر بن الخطاب مسلم؟ هل الخمر حرام؟ بالمناسبه هم عملوا الحلقه دي وبعدين على تويتر لقيت واحده منزله التويته اللي انا بوريها لكم دي، بتقول لك ان هم زمان كانوا بيشربوا الخمر عادي، البير عادي في الجناين والميرلاند. هو من امتى احنا بنقول جناين كده؟ خلي بالكم دي البدايه. الموضوع عايز كل يوم يدافع عن ديننا بالكلمه. هم يقولوا نطلع نفند كلامهم ونديهم فوق دماغهم. من ضمن المنهج برضه، لماذا يتزوج الانثى 4؟ هل القرآن في المصحف الموجود اليوم حقيقي؟ دي مناهجهم وهيتكلموا فيها. وصولا بقى للكارثه الاكبر، احنا بنعبد ربنا ليه؟ وهل الله موجود اصلا؟ لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. مش عارف انا ارد على الناس دي اقول ايه. لسه ده هم لسه مناهجهم هتبدا تطفح علينا مراري. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. صدق الله العظيم. المطلوب مننا نفند الكلام المغلوط الفاسد اللي هيطلعوا يتكلموا فيه. انا النهارده اتكلمت معاكم اديكم فكره بسيطه بس كده. ايه هو مركز تكوين؟ من مؤسسينه؟ الناس اللي عايزه تعرف من اسلام البحيري، من فاطمه نعود، من ابراهيم عيسى، من يوسف زيدان، ممكن يخش على النت. حابين يا جماعه نعمل حلقه عن كل واحد فيهم بتصريحاته، انا ما عنديش مشكله يعني. بس انا عايز اركز اكتر الفتره الجايه في الناس دي هتتكلم تقول ايه عشان نعرف نرد عليهم، لان ربنا هيسالنا يوم القيامه. دينك انت شفت ده سكت ليه؟ هنتسال الكلمه. وبمنطق تاني انا غيران على ديني بصراحه، يعني هو الموضوع بالنسبه لي الناس دي عايز تنشر فكر الحادي بحت، ودول مشكورين يعني على فكره في القران، في القران الكريم مشكورين. هو هيجي علينا فتره، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال
سيعود الدين غريب كما بدأ غريب. لكن احنا لازم نتصدى للظاهره دي والاشكال دي من خلال الدين اللي هم هيكذبوا بيه. يعني هم النهارده هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان قال ان هتيجي ناس تقعد على اريكه كده وتقول ما احاديثك ما تلزمناش، انا بكلمكم بالعاميه بتاعتنا، احنا بيننا وبينك القران، هينكروا السنه تماما. لكن احنا دورنا اي شيء يتكلموا فيه نفنده ونجيب الصح بتاعه من القران ومن السنه اللي هم بينكروه، علشان ولادنا يسمعونا. زي ما يسمعوا الغلط هيسمعوا الصح. نقل مركز تكوين لازم يتقفل. وصلتني معلومه ان شيخ الازهر عمل حاجه، مركز اسمه بيان الرد، خبر كويس يرد. الازهر طبعا اقدر بالرد على الناس دي، لازم نساعد، لازم صوتنا يبقى اعلى. الناس دي عملت الجماهير ازاي وانتشرت على الميديا كده ازاي، ومين ممولهم ما حدش يعرف عنهم حاجه. لكن الشيء الظاهر والمعروف دي ناس بتدعو الالحاد والكفر والعياذ بالله. اي حد غير على دينه يرد، لان بدات اللجان بتاعتهم تنتشر. واحده بقول لكم منزله بوست بتقول لك الخمره البيره مش حرام، يعني مش عارف بصراحه يعني. فلازم يا جماعه نتصدى كلنا الظاهره دي، وفي سلسله حلقات هنعملها مع بعض. يعني اي مستجد الباب من الناس هنطلع نتكلم ونصحح المفاهيم دي. اول جزئيه. الجزئيه الثانيه لو حابين نعمل حلقه عن مين هم الناس دي بالتفصيل، كل واحد نعمل له حلقه تحت امركم، يعني مفيش ادنى مشكله. اللي حابب يكتب لي في التعليقات يعني. لكن مش انا لوحدي اللي هتكلم، كلنا هنتكلم، كلنا هنتكلم. والله لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. واشوفكم على خير.